تعرف انك ممكن تقعد تتكلم مع ذكاء اصطناعي عشان يساعدك، لكن هل ده كويس؟ بتتعزل عن الواقع لما بتتكلم مع AI، تلاقي نفسك ما بقتش بتتكلم مع صاحبك او حد من اهلك، وده مع الوقت اكيد هيفقدك مهاراتك الاجتماعية. وهو مش دايما صح على فكرة، اصل هو مش مثالي، ممكن يغلط كتير جدا ويديك معلومات مش دقيقة. يعني لو وثقت فيه في حاجة مهمة زي دراسة أو شغل، ممكن يوديك في اتجاه غلط، وهنا هتكون خصوصيتك في خطر، لأنك لما تتكلم مع الاي اي بتديله معلومات خاصة بيك، ما تعرفش مين اللي هيستخدمها بعد كده، ممكن في وقت من الأوقات يكون ضدك. وهنا هنوصل يا صاحبي للإدمان، بس إدمان الاي اي. لما تتعود تتكلم مع الاي اي هتلاقي نفسك بعد كده بقيت متعود على وجوده، مش عارف تبطل انه يكون موجود. يعني بدل ما تفكر بنفسك وتحل مشاكلك، هتلاقي نفسك بقيت بتسأله في كل صغيرة وكبيرة. وهو على فكرة مش هيفهم مشاعرك، الاي اي ممكن يكون ذكي لكنه عمره ما هيفهم مشاعرك الحقيقية ايه، ده في الاول وفي الاخر روبوت. واحدة من اهم مشاكله كمان انه اكيد 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 هيأثر على تفكيرك لو انت بتعتمد عليه في كل حاجة، لان هنا مخك بيتكاسل. بدل ما تبدأ حضرتك تجتهد عشان تحل مشكلة، بتسأل الاي اي عشان يجاوب مكانك. واكيد ده مع الوقت هيفقدك قدرتك على الابداع وتفكيرك النقدي. وكمان الاي اي مش هيفهم السياق الكامل لكلامك، يعني ممكن انت تساله سؤال وهو يفهمه غلط، او يديك اجابه مش مناسبه لظروفك الشخصيه. خلي بالك ان هو اداه مساعده، مش حاجه تعتمد عليها في كل حاجه في حياتك. وحاجه كمان مهمه جدا، الاي اي ما بيعملش توازن بين المنطق والمشاعر. يعني لما تحكي له عن مشكله نفسيه او ضغط انت بتتعرض له، هتلاقيه بيديك حلول منطقيه، لكنها اكيد مش هتخدم مشاعرك ولا هتفهم ظروفك الحقيقيه. فما تستغناش عن الناس اللي فاهمه مشاعرك وبتقدرك كويس. وهنا خلاصه الكلام، هي اكيد اداه جامده قوي، لكنها عمرها ما هتحل محل العقل البشري ولا القلب البشري. فاستخدمه لكن ما تخلوش يسيطر عليك. الذكاء الاصطناعي اداه، لكن الانسان هو اللي بيفهم ويعيش الحياه. ابراهيم أبو بكر لعبها كده، وانت بصير عايزنا نتكلم عن ايه في الجاي. وخليني اقول لك انك اذا ما كنتش